السلام عليكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده فطار تالت يوم رمضان. معلش اتأخرت عليكم في النزول، ان انا نزلته لكم يعني تاني يوم. ما شاء الله بقى كان عندنا شوية حاجات كده، تفاصيل. يوم بسيط هيعجبكم. كملي الفيديو معايا للآخر، ولو لسه مشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. عملنا أكل بسيط النهاردة وسهل، وما كانش فيه بقى ولا لحوم بقى ولا أي حاجة. هو كان فيه شوية بس بانيه معمول كده كريسبي للولاد، لكن احنا بقى ما كناش عاوزين ناكل لحوم لان احنا تاني يوم كنا معزومين على لحوم برضو. واول يوم زي ما انتوا شفتوا كنت عامله لكم بط ومكرونه بشاميل ومحاشي. طبعا اول يوم الراعي الرسمي بتاعنا، فما حبيتش بقى ان انا اعمل تالت يوم لحوم تاني، بس طبعا عشان خاطر الولاد صايمه فعملت لهم شويه بفتيك كده بانيه. بالهنا والشفا يا رب للي كل حاجه. بصوا العصير بقى بتاعنا، البلح بالموز والعصير البرتقال بالجزر. أنا باحب أعمل عصاير في البيت، ما باحبش أجيب عصاير من برّه، إلا قليل طبعًا عشان خاطر الولاد هم اللي بيشبطوا. كل حاجة باحب أعملها لهم في البيت علشان خاطر الفايدة بتاعتها بتبقى أحسن. بُصّوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عصير البلح بُصّوا المَيّة بتاعته لونها عامل إزاي، الله أكبر ما شاء الله. بالهنا والشفا يا رب للي كَل حاجة. والموز بقى مدّي ريحة ما شاء الله. عملنا بقى رز معمّر، وعملنا شوية البانيه، وعملنا لسان العصفور، وعملنا ملوخية ناشفة اللي أنا كنت مخزناها معاكم. بُصّوا الله أكبر ما شاء الله، جميلة إزاي أكِن خضرا بالضبط. دي السفرة بتاعة تالت يوم رمضان. لو فيديوهاتي بقى بتعجبكم ما تنسونيش تعليقات ولايكات كتير، 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 كتير. يالّا بينا بقى نصلّي على الرسول ونسمّي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنبدأ بقى نحط الرز في البرايم بتاعتنا الفخار كده، وهنضيف لها لكل برام ربع معلقة ملح صغيرة عشان البرايم مش كبيرة. طبعا كلنا عارفين في رمضان بنقلل كمية الأكل على قد ما نقدر علشان خاطر ما يتبقاش بواقي، وطبعا ما حدش بيحب ياكل بواقي الأكل، فبنعمل كميات صغيرة على قد اللي هياكل. وطبعا كلنا عارفين في رمضان برضو ان الأكل قليل، يعني بناكل قليل أوي، بنشرب مَيّة وعصير أكتر، مش بيبقى لنا نِفْس إن إحنا ناكل كويس. فبنحب باعمل شوية يعني وشوية بشوية. باعمل الأكل اللي أنا باعمله نُص الكمية اللي كنت باعملها في الأيام العادية. فعملت بقى برامين الرز دول زي ما أنتم شايفين، وغليت طبعًا اللبن وحطيت له الزبدة، وهاضيف اللبن بقى للبرايم وهادخّلها بقى إيه، في الفرن علشان خاطر تتدَّس. بسم الله ما شاء الله. هم مش صغيّرين أوي، هم متوسّطين يعني، 2 متوسّطين. هنخش بقى نعمل بقى لسان العصفور، شوية زيت صغيّرين خالص، خالص، خالص عشان اعملي حساب إن أنتِ هتحطّي شوربة، والشوربة بتبقى دسمة. فعشان خاطر لسان العصفور ما يبقاش دسم معاكِ أوي ما تضيفيش زيت، أو المادة الدهنية اللي أنتِ هتحمّري فيها لسان العصفور ما تزوّديهاش، خلّيها قليّلة على قد ما تقدري، يا دوبك تحمّري كده لسان العصفور بس. خلّيته دهبي بقى زي ما أنتم شايفين، وهاضيف له اللون بتاعه كلّه لون واحد ما شاء الله. هنضيف بقى الشوربة بتاعتنا. طبعًا الشوربة دي يا جماعة كانت عندي أصلًا، ما عملتش شوربة، هي كانت عندي أصلًا شوربة. بُصّوا بقى ما شاء الله، حطيت برضه حتّة زبدة تاني على وش الرز، ودخّلته بقى عشان خاطر يتشرّب في الفرن تاني، بعد طبعًا ما استوى. ولسان العصفور برضه كده بُصّوا استوى معايا، وفي نفس الوقت الدسم بتاعه مش عالي. هاجيب بقى شوية شوربة تانيين في حلة تانية خالص، وأبدأ أعمل الملوخية الناشفة بتاعتي. هاجيب فنجان صغير من الملوخية الناشفة اللي أنا كنت منشفاها معاكم، تقدروا ترجعوا للفيديوهات لو أنتم عايزين تشوفوا أنا بانشف الملوخية إزاي. وهاضيف بقى معلقة توم صغيرة علشان خاطر برضه الملوخية مش كتير، ومعلقة كزبرة ناشفة صغيرة برضه، عشان خاطر كل الكمية بتاعة الأكل مش كبيرة، مش باعمل لها توم كتير. بُصّوا زي ما أنتم شايفين هم طبقين ملوخية مش أكتر من كده، بس بُصّوا ما شاء الله الملوخية خضرا وفيها مَطّة، الله أكبر. هنتبّل بقى البانيه، بصلاية بقى مبشورة، شوية توابل، شوية من الفلفل الأسود، حبّة من البابريكا، وهنتبّل برضه الدقيق أو الفيجيتار اللي أنتِ بتحمّري فيه البانيه
بتدّي له برضه رشّة كده من التوابل علشان خاطر لو هو يعني ده دقيق على نشا، بس لو أنتِ عندِك فيجيتار خلاص ما تحطّيلوش توابل، الفيجيتار بيبقى جاي متّبل جاهز، اللي هو بييجي من عند العطار جاهز ده، ده مش بيتضيف له توابل، لكن أنا حاطة دقيق بقسماط على نشا، أنا باحب أعمل بالطريقة دي، لو أنتِ بتحبي تعملي بالفيجيتار عادي بتطلع برضه حلو وما شاء الله وجميل. بُصّوا بعد ما حمّرنا بقى البانيه عشان خاطر ما حبيتش أطوّل عليكم الفيديو، بُصّوا بقى الملوخية بقى وأنا باضيفها كده بافضّيها، الأكل عندنا كلّه النهارده فخار، أكل الفخار على فكرة جميل ومفيد وصحّي جدًا، جدًا، جدًا. أنا كنت عاملة طبسيتين ملوخية وطبسيتين لسان عصفور مش أكتر من كده، بُصّوا الملوخية ناشفة إزاي، بس عاملة قوام أكنّها خضرا خالص، ده دليل على إن هي متنشّفة صح، صح. وبُصّوا ما شاء الله ولا سودا بقى، لونها أخضر ما شاء الله والله أكبر يعني، هي بتتكلّم عن نَفْسها. أنا حبّيت أورّيكم المَطّة بتاعة الملوخية، عملنا حبّة سلطة بس كده، اليوم بتاعنا كان سهل وبسيط وحمّرنا شوية من البطاطس، يومنا كان سهل وبسيط. وبُصّوا حبّيت أورّيكم برضه الرُز المدسوس قد إيه مفلفل وقد إيه مستوي كويس، علشان خاطر المعيار بتاعه كويس، ده كل برام واخد منّي ربع كيلو من الرز، كل برام واخد ربع كيلو من الرز، معلقتين من الزبدة، مَج من اللبن. بُصّوا البانيه ناشف إزاي والقشرة متماسكة بتاعته، أنا باحب أعمل بدقيق دقيق بقسماط و وبتاع ده ونشا. أنا باحب أعمل بالطريقة دي، بتفضل محافظة على القوام بتاع البانيه بتفضل ماسكة فيها، يعني القشرة ماسكة فيها ومش بتبقى إيه، بتطلع، بتتقشّر يعني. بس كده، ده كان يومنا النهارده، لو أنتم لسه معايا أنتم أحسن ناس، يا ريت بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي، باي، استنوني في فيديو جديد من مطبخ ياسمين. النهارده إحنا معزومين، أنا باسجّل لكم الفيديو قبل ما أمشي، النهارده إحنا معزومين عند ماما، بكرة إن شاء الله. باي، باي.